يا جدعان، هو انا ليه دايما حاسس ان في حد بيحاول يفرض علينا ويقنعنا ان مصطفى شوبير هو حارس مصر الاول، وان هو احسن من الشناوي، وان هو المفروض يقود الاهلي ويقود منتخب مصر بعد كده. لان بحس ان دي غير الحقيقة، غير الواقع اللي احنا بنشوفه بعينينا. ولا هو عنده الموهبة الكافية، ولا هو عنده الشخصية المناسبة. مش هو الحارس المؤهل ان هو يبقى الحارس الاول للاهلي. ممكن يكون افضل من الشناوي، ممكن. اللي هو الشناوي اصلا مستواه مش عالي كحارس مرمى، مستواه افريج او فوق الافريج بسنه. هل الاهلي ومنتخب مصر محتاج حارس ان هو بس يبقى فوق الافريج، يعني زي احسن الوحشين مثلا؟ لا، احنا عايزين جول كيبر على اعلى مستوى، لان ده مكان استراتيجي ومهم جدا في الفريق. مش لعيب مثلا وليه بدلة، او لعيب وليه احتياطي، او لعيب اجربه لو ما قدرتش اعتمد عليه اشوف له بلان تانية. لا، ده حارس المرمى. بيتحط حارس المرمى، ومين المفروض ان هو ما يتغيرش وما بيتبدلش، ده احسن، بيبقى احسن للفريق. وان هو يتثبت فترة طويلة وياخد الخبرات ويبقى عنده خبرات سنين طويلة. هل مصطفى شوبير يستحق ده؟ لا. طب ليه بحس ان في حد بيحاول يقنعنا بكده؟ ما نبقى بنقيم يا جدعان تقييم فني بعيد عن الحسابات. ممكن السبب في كده مثلا ان هي تبقى بس كشماتة في الشناوي، او استعجال ان الشناوي يمشي عشان اداؤه وحش، او عشان تصريحاته، او يعني هل هو فش غل في الشناوي فنلبس نفسنا حارس مرمى مش اعلى منه بكتير؟ هل مثلا عشان باباه احمد شوبير ففي مثلا لجان الكترونية او في حاجة بتحاول تدعم وتبوش على ان مصطفى يبقى هو الحارس الاول؟ هل ده التقييم اللي بيعتمد عليه النادي الاهلي؟ ليه مفيش تقييم فني حقيقي؟ ازاي انا بقيم حارس مرمى؟ ايه اللي انا المواصفات اللي انا عايزها في الحارس مرمى بتاعي؟ وهل يعني انا بحط الاول ستاندرد، بعد كده بشوف هل المقاييس دي موجودة على الحارس اللي موجود ولا لا؟ طب لو مش موجودة، الجاب فين؟ الجاب دي اقدر اغطيها بالتدريب، او ان انا كده محتاج اجيب حارس مرمى تاني غيره؟ يعني ليه دايما نختار احسن الوحشين؟ ده مكان مهم، ما ينفعش اللي هو حراسة المرمى ما ينفعش التعامل معاه بس بالبساطة دي. لو انا مضطر ان انا خلاص هختار احسن الوحشين والستاندرد بتاعتي مش موجودة في حد من اللي موجودين، لا، انا اقلب الدنيا. والاهميه المكان ده بتاع حارس المرمى تخليني ان انا اقلب الدنيا حرفيا، اقلب العالم كله. ادور في الناشئين، ادور لحد اما الاقي حد هو اقرب ما يكون للستاندرد اللي عندي. ايه هي الستاندردز اصلا؟ اولا مثلا انا بتخيل الستاندردز، انا مثلا لو انا هختار، انا عايز الستاندرد دي اول حاجه ان الحارس ده بتاع النادي الاهلي ومنتخب مصر ده طوله ما يقلش عن متر 90، متر 95، يعني في اوحش الاحوال ما يقلش عن متر 90. الطول الاكتر بيدي دراع اطول، يدي رجل اطول، فبتقفل اماكن اطول، بتدي كمان قوة للايد، قوة للصوابع، اوقات بتصد بطرف صباعك. فانت الطول ده مش حاجة، يعني مش حاجة بسيطة نستهون بيها وخلاص. لا، الطول حاجة مهمة في حارس المرمى. لازم طوله ما يقلش عن متر 90 وانت طالع. ما اعتقدش مصطفى شوبير بتنطبق عليه دي. طب لو مش لقيتش القاعدة الأولى بتنطبق عليه حتة الطول، لقيته أقصر من متر 90، هل الرياكشن بتاعه عنده موهبة في الرياكشن؟ الرياكشن ده مش بس بيجي مع التدريب إن أنا أخلي الرياكشن بتاعي أسرع. طبعا تقدر تحسن أي مهارة مع التدريب، لكن الموهبة نفسها موجودة. سيبك من إن أنا أطور المهارة، الموهبة أصلا نفسها موجودة، لأن إحنا مواهبنا غير بعض. ممكن تجيب 3 بني آدمين عندهم نفس الطول، كلهم معديين متر 90 وكلهم بيتدربوا كل حاجة، بس في واحد بالعين كده باين ان ربنا مديله رد فعل اسرع. احنا كبشر قدراتنا غير بعض. فهل انا بقيس ردود الافعال، عارف ان ده ردود افعال وكده عنده الموهبة بتاعت رد الفعل اسرع من باقي البشر؟ يعني لو جبت 10 بني ادمين، 10 حراس مرمى، فيهم واحد ملحوظ جدا جدا ان عنده موهبة سرعة رد الفعل، عقله ربنا خلقه بيشوف الامور بطريقه معينه، يقدر بيتوقع كوره، بيقدر يتابع بشكل عن قرب احسن، باصص للكوره مش بيلوس تراك، فبتخلي رد فعله اسرع. قبل ما اروح لحته التدريب وان انا اطورها ازاي،
ايه موهبته، ايه قدراته اللي ربنا مديها له. الطول هل موجود؟ طب سرعة رد الفعل موجودة؟ اهم من الاتنين دول الاخطاء قليلة. هل بيخطأ؟ انا عايز حارس المرمى بتاعي ما بيغلطش خالص. هل ده حارس بيخطأ مثلا، بيتفزلك في التمرير، بيجيله فيه حارس بيسخن قوي، بتبقى الكرة في رجله، يجي المهاجم داخل عليه فيبقى عايز يرقص المهاجم، بيقطعها المهاجم بيجيبها جون. هل هو بيسيب ال 18 ويتفزلك يطلع عايز يغطي يعمل دور دفاعي فيغطي كرة يطلع بره ال 18 فالمهاجم يسبقه فيطرد الحارس او يبقى يسيب الشبكة فاضية؟ هل هو حارس بيطلع يمسك الهوا في الكورنرات؟ كل دي اخطاء. فنسبة اخطاء عنده دي قد ايه؟ هل دي موجودة في مصطفى شوبير؟ لا، انا بشوفه عنده اخطاء كتير. فولا الطول ولا سرعة رد الفعل اللي هي عالية قوي بموهبة الهية او بقدرات عقليه مش موجوده. هل مش بيخطأ؟ لا، مصطفى بيخطأ، عنده اخطاء، شفناه كذا مره بيحاول يرقص المهاجم، شفنا بيمسك الهوا اوقات. فايه هي اوجد المواصفات اللي انت بتختار على اساسها حارس مرمى، بعد كده على اساس المواصفات دي اختار. مش بس ببص على اللي موجودين واشوف مين احسن واحد فيهم، افرض كلهم وحشين. انا ممكن اقبل لعيب عنده افريج من الموهبه واعلي الباقي بالقدرات التدريبيه والتكتيكيه، لكن حارس المرمى انا مش محتاج منه اصلا ادوار تكتيكيه، او انا هقدر اعليه قوي تكتيكيا، انا مش هعمل كده، مش محتاج منه كده اصلا. فانا عايز ستاندرد دي بتبقى غالبا على القدرات اللي ربنا مديها له الاول، واشوفه بعد كده نسبه التطور عنده تقدر توصل لايه. مش بحس ولا حاجه من دي موجوده في مصطفى شوبير. فاحنا بنعمل ايه؟ بنلبس نفسنا حارس تاني زي ما حصلت قبل كده مثلا مع شريف اكرامي. كان عندنا دروب في مكان بتاع حارس المرمى، وبعد كده مين احسن الوحشين؟ مين احسن الوحشين؟ شريف. نفس القصة بعد كده مع الشناوي، عندنا مشكلة في مكان حارس المرمى، الحضري خلاص بيعتزل دولي، مين احسن الوحشين؟ الشناوي. لكن ليه انا محتاج اعمل كده دلوقتي؟ انا بيتعاد عليا الموقف ده تاني. هل البس حارس بس عند الافريج او فوق الافريج واتحمله 10 سنين جاية؟ طب وليه؟ حتى لو مثلا الطريقة دي ممكن تجيب، وممكن مثلا بالصدفة وبالحظ تبقى أخطائه قليلة مع الحد الافريج من المهارة أو الموهبة اللي عنده مع التدريب فيقضي 10 سنين. إنما هل ده المنهج الصح؟ يعني حتى لو بتمشي كده بالصدفة أو بالحظ أو هل ده المنهج الصح؟ لأ. ما اشوف ايه المواصفات اللي انا عايزها واقيسها، بعد كده جت على مقاس ده هيقف، هو ما جاتش على مقاسه. طب الفرق اللي بين الستاندرد المقياس العالي قوي والشخص اللي عندي، هل ده فرق قليل هقدر اعوضه ولا لا لازم اشوف حد تاني؟ يعني ده بشكل عام عن اختيار وتقييم مركز حارس المرمى. كمان مركز حارس المرمى مش صح ان انا بحط حارس ويطلع بعد شويه وحش فاجيب حارس تاني، او يطلع بعد شويه وحش فلاعب الاحتياطي. ده بيعمل دامج كبير جدا لحاله الفريق. لازم جول كيبر على اعلى مستوى وما بيتغيرش، يبقى معروف ان ده الحارس الاساسي واللي بيقف سنين كتير جايه. عشان اعمل كده انا عايز في حد هو اكس من الاخر ما فيهوش غلطه. هل ده مصطفى شوبير؟ لا. طب ليه بنحاول نقنع نفسنا ان ده، وكل ما يصد صده ده برافو ده بيصد حلو؟ هو لازم هيصد ولازم هتجيله كور هيصد. اي حارس مرمى واقف تحت الثلاث خشبات بتجيله في فرص بيعمل عليها محاوله بيصدها. انما ايه اللي انا عايزه؟ ان انا عايزه في الكور الصعبه جدا 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 يبقى رد فعله عالي جدا فيها. دي مش كفايه فيها التدريب، دي عايزه موهبه وقدرات. زي ان الكره تتسدد في مسافه ال6 ياردة، مش هتعرف تصدها غير لو انت حارس عندك قدرات معينه في رد الفعل. كوره مثلا بتخبط في حد وبتغير اتجاهها او بتتشاط في نقط الضعف بتاعت حارس المرمى اللي هي مثلا فوق دماغه او تحت دراعه او بين رجليه، هعرف اتعامل معاها ازاي برد فعلي؟ دي قدرات خاصة مش موجودة عند اي حد. زي انه مثلا ما بيغلطش، ازاي اضمن ان الحارس بتاعي ما بيغلطش؟ يبقى انا شايفه بيغلط مرة واتنين بعينيا واقول لا ده انا هدربه عليها؟ لا، هيغلط. مش بالتدريب، هو لازم يكون عنده الحد العالي او فوق الحد الادنى بكتير في قدراته اللي هي في عقله وفي قدراته البدنيه اللي ربنا مديها له. بعد كده شوف ناقصه ايه في التدريب يقدر يعوضه. انا عن نفسي بفكر ان حارس فوق المتر 90
حارس رد فعله عالي وسريع جدا جدا في المواقف الصعبه، مش بس ان هو بيصد كوره متشاطه عليه من بره ال 18 ما ممكن يتصد، اي حارس مرمى ممكن يصدها، انما في الفرص الصعبه رد فعله فيها عامل ازاي. وبيغلط في الكور السهله، ما انا مش عايز الكور السهله يغلط فيها، هل بيشوط الهوا، بيمسك الهوا، بيفكر ازاي ان هو بيغامر، بيرقص حارس المرمى، بيرقص قصدي المهاجم اللي داخل عليه. كل دي حاجات افكر فيها، مش بس اقيم ان هو بيصد اتصادت عليه كور فبيصد فخلاص وهو احتياطي بقاله كام سنه فخلاص العب وخلاص. مش وخلاص. بالذات لما يكون النادي الاهلي، بالذات لما يكون منتخب مصر. فانا عن نفسي انا كان تقييمي للشناوي ان هو افريج، تقييمي لمصطفى شوبير نفس الكلام. اكيد في حد عنده موهبه وقدرات كبيره ربنا مديها له، دور عليه لاقيه، شوفه في الناشئين، شوفه في انديه تانية، شوفه في بلد تانية، شوفه في حته تانية. انما مش احسن الوحشين واختاره وادعمه بالسوشيال ميديا وان شاء الله المنتخب يروح مختاره وهو الحارس، فبقى حارس المنتخب، بقى حارس دولي، بقى عنده خبرات، واقعد انا ادافع عنه بالاونطه خلاص طالما هو بقى الحارس بتاعي؟ لا. ما انتفعش عنه بالاونطه. بس دي وجهة نظري. قولوا لي وجهة نظركم انتوا كمان على مصطفى شوبير.